عند كل الشعوب. أنت إذا واحد من دين آخر يصلي لربه تحترمه. عندنا أحكام خاصة في الإسلام للصوامع والبيع والكنائس والرهبان والقساوسة. حتى المغول كانت في قوانينهم، في هذه الياسة يسمونها، في قوانينهم أنهم الناس المتعبدين الشيوخ هؤلاء ديروا بالكم لا تقتلوهم واعفوهم حتى من الضرائب. المسيحيين في الرهبان في كنائسهم في أديرتهم، المشايخ المسلمين كلهم متعبدين. حتى المغول يحترمون رجال الدين ويحترمون الأديان ويحترمون المراكز الدينية. إذن الصلاة هي موضوع محترم، يعني الإنسان الذي يخاطب ربه يتكلم مع ربه هذا إنسان محترم، حتى لو هو بنظرك مخطئ، حتى لو كان مخطئا. إن الله ليس هكذا ولا يخاطب هكذا، طيب بنظرك أنت، لكن هو فعلا يخاطب ربه وقد يبكي في خطابه لربه سبحانه وتعالى. اتركه يخاطب ربه. ورد عندنا أن نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام مر على راع ايش رآه يخاطب ربه. قل استمع ماذا يقول هذا الراعي. يقول لا يا ربي أنا صار لي مدة وعمري أبحث عنك أدور عليك، ولو جئتني كنت ضيفتك ضيافة جيدة، أغسل رجليك بماء حار بماء حار، وأغسل قميصك وأسقيك حليبا طازجا، وعندي جلد كبش جيد كنت أنا أنومك عليه وأغطيك غطاء جيدا. يقول فنبي الله موسى قال له يا هذا ليس الله كما تتصور. المهم نهاه وما استطاع أن يستوعب البديل. طيب كيف أنادي ربي؟ يقول كيف أصلي؟ ما استطاع أن يستوعب، أخذ يبكي. فأوحى الله إلى موسى سلام الله عليه. هي قضية حتى لو ما صحت هي رمزية. أوحى الله إليه يا موسى أنا بعثتك حتى تصل عبادي بي. هذا عبد الراعي كان متصل بي، عبدي الراعي كان متصل بي ويكلمني، لماذا قطعت صلاته أنت؟ يعني ما استطعت أن تعطيه البديل لصلاته. هذه تقول لنا أن الإنسان الذي يصلي لربه إنسان محترم بالفطرة الإنسانية، إنسان محترم. في الصلاة عندي نشيد في الصلاة أردت أن أكتبه كاملا اليوم ما وجدته كاملا. نشيد أحب الصلاة وأشتاقها. هذا شعره لي بس ما معروف أنه شعره لي. هذا منذ 40 سنة أو أكثر، وأخذوه حتى الوهابيين أخذوا هذا ولحنوه، ما يعرفون أنه لفلان. أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها، أيا وقفة تستشف الوجود وتجلو لقلبي طريق الخلود، تعلمني أن درب الحياة بغير هدى الله درب كؤود. صلاتي أرتني الهدى والضياء وأني على سنن الأنبياء، أرتني كياني وحريتي، وإلى آخر هذا النشيد. ويخشع غيري لعبد ضعيف ويعبد غيري ضلالا هواه. الصلاة عندما يقف الإنسان للصلاة يدخل في عالم آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أرحنا بها يا بلال. عنده أنواع من المشاكل
مع هؤلاء الكفار المشركين اليهود المنافقين، مع أنواع الناس. فإذا صار وقت الصلاة، صار الظهر، صار المغرب، يلا أذن يا بلال. أرحنا بها، أرحنا بها. نحن نقول أرحنا منها. على الصحيح أرحنا بها، يعني إذا أنا وقفت إلى الصلاة بها أرتاح. لما أقف بين يدي ربي عز وجل أنا أشكو إليه، سواء شكوت أو ما شكوت. أنا أرتاح في الوقوف بين يديه، أرتاح بذكره، أرتاح عن حنيله، أرتاح أسجد له. هذه راحة، راحة ونعيم واستمداد وأخذ طاقة. أحد الأشخاص الله يسر أمره، هذا سيد، يقول أنا أكون مرهقا ويشتغل يتعب، يقول والله لما أصلي أتنفس بصلاتي، مع أن هي فيها وقوف وركوع وسجود. يقول يروح تعبي، ينجلي تعبي. نعم، ينجلي التعب، ينجلي الهم بالصلاة. الله يجعلنا عز وجل من أهل الصلاة. من ماذا تتكون الصلاة؟ تتكون من طهارة، وتتكون من أفعال، وتتكون من تلاوات، أذكار. هذه مواد الصلاة. الطهارة هذه امتاز بها المسلمون. لا يوجد الآن في العالم من يغسل أسفله إلا المسلمين، وهذا فخر لهم. الدين اللي يعلم النظافة قد يسخر الإنسان، يعني كيف يغسل أسفله؟ نعم، الباقين وسخين، ماذا نصنع؟ نحن أنظف منهم. أي واحد مسلم في أدغال أفريقيا هو أنظف من الذي يعيش في نيويورك. هذا يغسل أسفله بالماء، ذاك ما يغسل. يتوضأ يوميا مرات لصلاته، ذاك ما يتوضأ. يقولون والمضمضة والسواك والاستنشاق هذه ليست مسألة سهلة. انت علم جماهير العالم، علمهم يتمضمضون بس ويستنشقون، هذه شغلة مهمة وكبيرة. يقول قرأت ببعض البحوث، يقول في الهند كانوا يبحثون عن ميكروب بالأنف، يحاولون أنواع المضادات الحيوية ما يقتل هذا الميكروب. بعدين خلى عليه ماء، قال أنا شايف المسلمين يخلون يستنشقون بالماء، خلى ماء على الميكروب فقتل، مات. معناها أن هذه الطهارة التي نتطهر بها يوميا للصلاة لها قيمتها، لها قيمتها الحضارية. ناس حضاريين، ناس متمدنين، الآن سودوا وجوهنا هؤلاء، الله يسود وجوههم، الذباحين القتالين المجرمين هؤلاء موضوع ثاني، لكل ناس خوارج. هذه الطهارة التي يلتزم بها المسلم، ويظهر أنه بعض أنواع الطهارة كانت سابقا. قرأت مثلا في سيرة ابن هشام وغيره أنه بعد بدر حلف يمين أبو سفيان وزعماء قريش أنهم لا تمسهم الماء من جنابة حتى ينتقموا من محمد، لأنه انهزموا في بدر. طيب هذا اليمين منين؟ اليمين ثقافة من ملة إبراهيم. لا يمسهم الماء من جنابة، كانوا إذا أجنبوا كان عندهم غسل، ربما ما يكونوا ملتزمين به، لكن في ثقافة حنيفية إبراهيم اللي بقيت فيهم
أنه من الجنابة يغتسل، هذه أيضا طهارة جاء بها الأنبياء السابقون سلام الله عليهم. هذه اللي تقرؤون عنها المعمدانية أو التعميد. التعميد في رواياتنا غير ما هو موجود عند المسيحيين. عند المسيحيين التعميد أنه كان يحيى بن زكريا سلام الله عليه كان يعيش عند نهر الأردن عند طبرية، وكان يغتسل بالنهر، وكان هو يعمد الناس. وهذا نوع من الغسل، غسل مثل غسل التوبة، مثل غسل الدخول في هذا الدين، يسمونه التعميد. الآن عندهم أجران في الكنائس، أمكنة الطفل يعمدوه هناك، يغسلونه، هذا نوع من الغسل. ونحن عندنا لا يصح أن يكون يحيى المعمدان هو الذي عمد المسيح سلام الله عليه، المسيح أفضل منا. ربما المسيح زار واغتسل بنهر الأردن، نعم، لكن يحيى عمد، ما يحتاج أنه يحيى يعمد المسيح سلام الله عليهم. المهم هذا نوع من الطهارة، طهارة جاءت بها الأديان، وأخذ هؤلاء الصبة، مع احترامنا لكل الأديان، الصبة أخذوها وأفرطوا فيها، ما يعيش إلا على جانب نهر ومراسمه في المي ويغتسل في المي ويعقد عقد زواجهم في المي وقاعدين عند شطوط الأنهار وأنواع المراسم المائية. لا، هذا نوع من الإفراط في الطهارة في اعتقادنا. المهم أن الصلاة تتكون من طهارة، الطهارة شرط في الصلاة. غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هذا لابد أن يكشف عنه العلم. قرأت أنه في نوع من الأجهزة كشفوا أن المتوضئ فيه شعاع آخر، اختلف إنسان قبل الوضوء وبعد الوضوء. بعد الوضوء أضيف إليه نور وشعاع. وعندنا روايات عجيبة أن العبد إذا توضأ وقام إلى صلاته، بعدما صلى توضأ تطهر، جسمه طاهر وطاهر من الجنابة، وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه. قطرات الوضوء هذه يخلق منها ملائكة تسبح له، عجيب. في رواية أنه يغفر له، المتوضئ يغفر له ويكون كمن ولدته أمه، بعدما صلى يغفر له. واحد يقول الله عز وجل يدور له عن أي وسيلة حتى يغفر لهؤلاء العباد. طيب كيف حتى لو كان مجرم؟ لا، كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه وكل شيء نسبي، لكنه له قيمة. إذا مؤمن تام جامع الشرائط كمن ولدته أمه. إذا دخل إلى صلاته يأس منه إبليس، بعد عنا أنه هذا وقف إلى الصلاة يصلي لربه. إبليس هو ما يصلي، ما قبل أن يسجد، ما رضي أن يسجد. يسجد لمن؟ يسجد لآدم، والسجود عندنا كان لآدم نفسه، ليس سجودا لله من أجل آدم. يمكن كان سواها إبليس، قال لا، هذا عبده هو، اسجد له هو. عجيب. هذا عند الوهابية شرك، لما أمروا أن يسجدوا ليوسف أبوه وأخوته، قل هذا شرك. الله يأمر بالشرك؟ معاذ الله، أبدا. ما يأمر به الله عز وجل هو توحيد. سجدوا لآدم هو هذا التوحيد. ما سجد صار مشركا، صار عاصيا.
أمرنا الله عز وجل توسلوا بهؤلاء، ابتغوا إليه الوسيلة. يا ربي من هم الوسيلة؟ من أفضل من محمد وأهل بيته؟ عندكم أحد؟ ابتغوا إليه الوسيلة، توسلوا بهؤلاء. هذا توحيد. قل الأمان توسل خطبك مباشرة، يقول هذا الشرك. هذه اللي أنا قلتها، أنه ما يقولون يا محمد يا علي، هذا شرك. نعم، لأنه يرفض. الذي يرفض التوسل، والله قال عز وجل ابتغوا إليه الوسيلة. نعم. إذن عندما أمروا أن يسجدوا لآدم، لنفس آدم، يعبدوه، خلي يكون عبادة ما دام أمرهم الله، هذا توحيد. عندما يقف في صلاته، إبليس يهرب يبتعد عنه، أنه هذا دخل في الصلاة وأنا ما أريد أن يدخل في الصلاة، وأنا ما دخلت في الصلاة وعندت هالحد. طيب، دخل في صلاته. لما يدخل في صلاته كيف؟ تطهر، توضأ، اتجه إلى القبلة. هؤلاء الوهابيين يقولوا أنتم صلوا لمشاهد وقبور أئمتكم. هم يكذبون، يعرفون أنه لا. ورأونا في كربلاء نصلي، ظهرنا للإمام الحسين عليه السلام في النجف، عدة أماكن، ظهرنا لقبر علي ووجهتنا إلى الكعبة. يعرفون ذلك. يتجه إلى المركز، مركز عبادة الله في الأرض، الكعبة، مقابل الضراح، كعبة الملائكة في السماء السابعة. بأي مقاييس جغرافية نحن ما عرفنا، لا عرفنا لا المسافات والمساحات ولا المقاييس، ولا كيف تقاس ولا كيف تقابل. الأخ السيد جعفر مرتضى كتب أن المسجد الأقصى في السماء. نعم في السماء، لكن ما ينفي هذا اللي يكون في الأرض. أن الله عز وجل أسرى برسوله ومعراجه إلى المسجد الأقصى الذي في السماء. نعم، مقابل هذا المسجد، مقابل هذا المسجد ذاك لأجل الصلاة كانت الصلاة إليه. الآن الصلاة إلى هذه الكعبة. هذه الكعبة قبل بيت المقدس، بيت المقدس من زمن إبراهيم، هذه الكعبة من قبل آدم. إبراهيم أمر بتجديد هذه الكعبة، بس مو إله هو يصلي إلى القدس، المكان اللي الله عين له إياه. لما يأتي خاتم الأنبياء يغير اتجاهه، يصلي لهذه الكعبة. هذه الكعبة بيت الله الأول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ببكة، بكة الوادي التي فيها البيت، مكة للكل، بكة الوادي، المنطقة المبكوكة. يتجه إلى بيت الله سبحانه. ثم بماذا يبدأ؟ تكبيرة الإحرام. كيف؟ يقول أنت إذا رحت الحج ما تحرم؟ نعم أحرم. مثلا من المدينة تروح للحج من مسجد الشجرة، تحرم لبيك اللهم لبيك، تلبس إحرامك، ترتب عليك أحكام، تحرم عليك كانت أشياء كانت حلالا، وصرت أنت ملبيا مهلا محرما لربك. بإيش؟ بالتلبية. يقول لك هنا عندك إحرام. كيف تحرم؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عندنا رواية أنه النبي صلى الله عليه وآله ليش يستحب قبلها 6 تكبيرات وأن تكون هي السابع تكبيرة. عندنا رواية الوهابيين لابد يقولون شرك هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله علم الحسين التكبير، قال له قل الله أكبر، واقف بالصلاة يعلمه،
أول مرة ما قالها، الله أكبر، كبر له النبي صلى الله عليه وآله، ثانية ثالثة، بالسابعة نطق بها، نطق بها صحيحة، فكبرت الملائكة. التكبيرة السابعة هي التكبيرة التي أحرم بها الحسين بتعليم جده صلى الله عليه وآله. أي حال نحن عندنا يستحب 6 تكبيرات بالأول إخفاتا، تكبيرة الإحرام تكون السابعة. ليش تتشبهون بالحسين؟ ثم ماذا نتشبه؟ يعني الله أمرنا لأنه ما نطق الحسين بالتكبير 6 مرات تكبرون، ونحن تابعين لرسولنا ولأهل بيته، ثم ماذا؟ ليش أنتم بالسعي تسعون؟ لأن امرأة سعت على الماء، إسماعيل سعت من الصفا إلى المروة، كل المسلمين شو يسعون هذا السعي، لماذا لا؟ ونحن نفتخر. نص ثبت عندنا، النص انتهى الأمر، خلي يصعد زيد وينزل، خلي يعترض كل الناس، خلي يصيح كل الناس، انتهى الأمر، نحن أتباع النص. ثبت عندنا النص من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أهل بيته، اللي هو قال كتاب الله وعترتي قولهم قولي، خلاص انتهى الأمر، ما عندنا مشكلة. تريد تحل مشكلتك جيب لي نص، أثبت لنا بنص. النص هكذا أنه النبي علم الحسين 6 تكبيرات ما نطق بها، السابعة نطق بها، فصار مستحب لنا 6 تكبيرات وتكون تكبيرة الإحرام السابعة من أجل هذه القصة. نعم، من أجل هذه القصة. لماذا استحبت؟ استحبت هكذا كما يقول النص، نحن ملتزمون به. إن شاء الله بعد الفاصل نتابع الحديث معكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو محمد من إيران يقول: نحن الشيعة نصلي الصلاة اليومية 3 أوقات، والعامة يصلونها 5 أوقات. أكان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 5 أوقات أو 3؟ وما هي أدلتنا لنصليها 3؟ أسأل فقط ليطمئن قلبي. أيها الأخ الكريم، هي 5 فرائض في 3 أوقات، ويستحب أن تكون في 5 أوقات. نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله أكثر أوقات يصليها يفرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الفاصلة بين الظهر والعصر ليس كما يفعلون، يقسمون الوقت بين الظهر والمغرب قسمين نصين، لا، الظهر والعصر حتى يبلغ ظل الشاخص سبعيه، هذه يسميها وقت فضيلة الظهر، تدخل بعدها فضيلة العصر، تقريبا شيء ساعة وشوي بعد الظهر هذه تدخل العصر، وكذلك العشاء بعد المغرب. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في 5 أوقات، وصلى مرات صلى في 3 أوقات، جمع بين الظهرين وجمع بين المغربين، وقال: جمعت حتى أخفف على أمتي، يجوز لكم أن تجمعوا فتصلوا الفرائض ال5 في 3 أوقات، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، زوالها يعني، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن في الأوقات ال3. طيب، هل هو الأفضل التفريق؟ نعم، الأفضل التفريق بالعنوان الأولي، لكن الآن إذا قلت للناس فرقوا وأخذوا يأكلون صلاة العصر ويأكلون صلاة العشاء وبعد ما يصلوها، لا لا لا، يجب الجمع حينئذ. إذا نحن نجمع بين الصلوات في 3 أوقات محافظة على الصلاة، وجائز هذا مخالف لرسول الله؟ لا، سنته، هو اللي أمرنا، هو اللي قال رخص لنا وقال أنه يمكنكم أن تجمعوا، أنا أصلي 5 مرات
لكن يمكنكم أن تصلوا أنتم 3 مرات. لا دام ثبت النص والجمع حينئذ نحن نجمع. وكانت سيرة الشيعة وإلى أئمتنا عليهم السلام أكثرهم كانوا يجمعون، بعضهم كان يفرق وأكثرهم كانوا يجمعون بين الصلوات. نعم. الأخ محمد أبو علي من الحلة، تفضل. تفضل تفضل يا أخ محمد، تكلم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام يا هلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا، تفضل. شيخنا بس حبيت أسلم عليك، يعني احنا مشتاقين ونفرح طلعتك يعني بالتلفزيون. شكرا، الله يعزك ويعز أهل الحلة كلهم، وإن شاء الله يعطيكم بركة العلامة الحلي وأهل البيت إن شاء الله. شكرا لك يا أخي. الأخت الزهراء من بغداد، تفضلي. تفضلي يا أخت الزهراء. الأخ أبو زهراء، السلام تفضل. عليكم. نعم، عليكم السلام أبو زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا، تفضل. حياك الله فضيلة الشيخ. أبو زهراء من بغداد. أهلا بكم، تكلم. شيخنا الغالي، بالنسبة لما يحدث بالعراق، سمعت هذا أبو علي الشيباني المعروف في برنامجه اللي هو على أساس يتنبأ في المستقبل وما لا يحدث في القوام. شو يقول أبو علي الشيباني الأيام؟ هذا شاغلكم. أنه تحدث اضطرابات أسوأ بكثير من هذه الموجودة. هذا مثل اضطرابات أكثر، ولكن اليمنيون سينتصرون على آل سعود. وهل اليمانيون الذين هم الآن يقودون الثورة في اليمن هل هم أنصار الإمام المهدي عبد الله فرجه، وهل هو اليماني عبد الملك الحوثي؟ شكرا لكم. هذا أبو علي الشيباني دائما شاغلكم لأنه في برامج يتكلم عن الأحداث ويتنبأ. عندي أيضا شيء من هالنوع، متابع من العراق كاتب لي إن المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف لها أدوار تاريخية في العراق. ثورة 20 كما تعلمون قامت بتوجيه المرجعية، والدولة العراقية لم تؤسس إلا بعد أن رضت المرجعية تعيين الملك فيصل. وأيضا العديد من التصحيحات لانحراف الحكومات المتعاقبة، وأخيرا دور المرجعية في مقاومة الفساد وسرقة الثروة، في مقاومة خوارج هذا العصر الدواعش. ولكن العراق اليوم قد أكمل 12 سنة في ظل حكومات فاسدة سرقت ثروات البلد، والفساد مستشري في كل أركانها. سؤالي: لماذا لم تتدخل المرجعية إلى حد الآن في هذا الأمر؟ وما الحل لهذه المشكلة بنظر الشيخ الكريم؟ نعم، تفضل. نتلقى التليفون. أبو فاطمة من الأهواز، تفضل. تفضل يا أبو فاطمة. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا، تفضل. شيخنا عندي سؤال رأيته عبر الإنترنت مكتوب: يحكم الحجاز ملك اسمه عبد الله، وله أخ اسمه اسم حيوان، وإذا هذا رأيت إذا تنظر له تشوف الحول في أعينه، وإذا تقترب منه لا ترى الحول في أعينه. رأيت في اسم أحمد بن حنبل. ما رأيك على هذا الحديث؟ وشكرا. شكرا لك يا أخ أبو فاطمة. هذا حديث قديم لا ولا يصح. نعم، آخر من يحكم الحجاز عندنا عبد الله، نعم، وعندنا العلامة أنه إذا هلك لم يجتمعوا بعده على أحد. ينتهي ملك السنين إلى سنة ما يتفقون، يعني اللي بعده ما لازم يحكم سنة. إذا حكم هذا سنة معناه ما يكون هذاك عبد الله المقصود، لازم عبد الله ثاني. إذا قبل السنة طار هذا نأمل أنه ينتهي
ملكهم ونظامهم، ويكون علامة للسفياني واليماني. ردي على الأخ اللي يقول أنه عن هذا الوضع في العراق. أول شيء ثورة العشرين كانت غزو بريطاني، خواجب الناس أن يدافعون، والناس انغلبوا، الإنجليز انتصروا في هذه الثورة، هم اللي فرضوا عليهم يخلون واحد من أولاد الشريف حسين. فإذا الإنجليز هم اللي فرضوا الملكية في العراق، وشيوخ القبائل قبلوا، أكثرهم قبلوا. المرجعية اضطرت، وذاك وعدهم، وأنه نصبوه يوم الغدير عود لي هذا الملك، وأنه وعدهم بالخير وبالحكم وبالعدل، وما تم العدل. ثم كذلك الحكومات المتعاقبة كما يقول الدكتور الصغير: وحكومة جرباء تخلف بعد في جرباء. عن الوضع الفعلي، الوضع الفعلي عجبني عبد الباري عطوان يقول لهم لليمانيين، أول شيء يقول: أنا مطمئن بأن اليمن ينتصرون، وقناعتي هذه. يقول: لو أن السعودية أرسلت إلى كل بيت يمني صاروخ ما راح يخضعون، وبالأخير راح ينتصرون. يقول لليمانيين: ديروا بالكم، لا تستنصروا بأمريكا، وخذوا عبرة من العراق، شوفوا العراق ماذا صار به، ماذا جرى به، لأنهم استنصروا على صدام برأيه، استنصروا بأمريكا. هي أمريكا جاءت، ما حد استنصر بها، جاءت وبفتوى ابن باز إنه يجوز الاستعانة بالكفار على صدام لإخراجه من الكويت، هو أفتى، ويجوز الاستعانة بهم ليأتوا لهم قواعد في الجزيرة وفي المنطقة. هذه فتواهم وليست فتوانا. ولا الشعب العراقي استنصر، بعضه ربما جزء منه. المهم يقولهم: شوفوا ماذا فعلت أمريكا في العراق. وحق كلامه. أمريكا دستور العراق جعلت كل بيد الأكراد. ما معنى 3 محافظات لها حق النقض؟ الآن ما يستطيعون. لو استفتوا الناس، لو صار استفتاء لتعديل الدستور في العراق، و3 محافظات يعني الأكراد اعترضوا، خلص يوقفون حق الفيتو. سلموا دستور العراق للأكراد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى خلص معناه كتفوا الشيعة والسنة، أثاروا بين الشيعة والسنة. بالأول الشيعة أنتم مظلومين وأنتم أكثرية والحكم لكم، رادوا يحكمون: لا لا لا، ما يصير، ما يمكن. لم يسمحوا للشيعة أن يحكموا، والآن يحركون السنة، لازم نسلحهم حتى بدون أن رضا الحكومة، وتسلحهم ضد داعش، ضد القاعدة. هم القاعدة، شبابهم هم القاعدة. وين عندهم شباب للتسليح؟ ما عندهم شباب. العشائر هذه كذبة كذبة، ما عندهم أحد قابل للتسليح والقتال. اللي قابل للقتال والتسليح راح مع القاعدة ومع داعش. إذن هذه لعبة أمريكية في العراق حتى يظل مشغول ببعضه، صراع كردي عربي، صراع سني شيعي، حتى يظل العراق ضعيفا. هذه خطة الإنجليزية الأمريكية، لأن العراق لا يقف على قدميه. نعم، تفضل الأخ عبد الله عبد الجبار، تفضل يا أخ عبد الله، تكلم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، يا هلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. شيخنا اريد اشوف بالنسبه للجنود امام المهدي. ايش؟ اريد اشوف بالنسبه للجنود امام المهدي. جنود كثير، يعني جند امام المهدي صلوات الله عليه. أصحاب الخاصين قلة، بالجنود كثرة. أكثر العراق جنود الإمام، راح تشوفون إن شاء الله ترون. أكثر العراق جنود الإمام سلام الله عليه، هذا الحشد الشعبي جنود الإمام. أصحاب الخاصين شيء آخر. طيب، إذن يا أخي الكريم، هذه صورة عن الموضوع. قرأت
رأي محمد واحد بعث لي إياه واتساب، رأي محمد حسنين هيكل، يقول العراق بنك يحكمه جماعة من اللصوص مسلط عليه، ما عندهم خبر لا عن السياسة لا عن إدارة الدولة. نعم، لأنه الصالح في الحكومة ما يخلونه يحكم. تركيبته وتركيب دستوره للعراق اللي سوتها أمريكا، ولعله الإنجليز قالوا لهم هم أهل خبرة فيه، خلوا مسكوا أعطوا لحية واحد بيد واحد، لحية واحد بيد واحد، والكتل السياسية ما تخلي واحد يشتغل، دائما ينقضون على بعضهم وشغلهم الأرباح لأنفسهم. ما عندنا واحد عنده نبض العراقي مثل ما كان عند عبد الكريم قاسم. نعم نعم، تفضل الأخ حمزة من العراق، تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا، تكلم. الو. عليكم السلام، أهلا، تفضل. وعد الشيخ. تكلم، أهلا. شيخ، لا أريد أسألك عن هذا أحمد الحسني الطالع هذا هسه بالعراق بالبصرة. يعني مرجعيتنا الرشيدة احنا نرجونا انت تتخذ لها اجراء ضد الشغل هذا، حتى العلماء حتى الحكومة واجبها، الحكومة واجبها، الحكومة واجبها هذا. شو اسمه المرجعية تتخذ لها شيء اجراء ضده. هذا الحكومة، واجب الحكومة يا أخي، لأنه هو 2008 عود ظهر الإمام بالبصرة، واشتبكوا جماعته مع الشرطة والجيش والناس، وحوالي 50 قتيل في البصرة، الناصرية كذلك، وكمشوهم واعترفوا. هو هرب المهدي إلى السعودية، وهابي. وبعدين اعترف هذا إمامهم الحمامي أن نحن ناخذ فلوس من الوهابية. هؤلاء إرهابيين موصوفين، ثبت عليهم واعترفوا وقتلوا القتلى، واللي سجن منهم اعترفوا. الآن يريد يسوي له ميليشيا جديدة بسرايا الإمام المعصوم، أنه هذه أول جيش بقيادة معصوم. من تريد أن تقاتل؟ هو داعشي، هو يتكلم على الشيعة، يتكلم على العراق، يتكلم على المرجعية، يتكلم على أهل العراق، يقول لهم خنتم في ما قبلتم ابن الإمام المهدي، أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا، يا أهل العراق يتكلم عليهم. إذن هذا واجب الحكومات. وأنا مرات قلت للمالكي، الآن أيضا أقول للعبادي، هؤلاء إرهابيون ويجب اتخاذ إجراء ضدهم، لأنهم من نفس مادة الإرهابيين وأشاد. طيب، الأخ أبو مصطفى من كربلاء، تفضل. تفضل يا أبو مصطفى، تكلم. الو. تفضلوا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخنا، وسهلا. مرة قصدك سؤال. نعم، تكلم. شيخنا، بالنسبة للسفياني. نعم، إذا تكلم، تفضل. تليفون انقطع. العسكريين الإمام علي بن أبي طالب، الإمام الحسين عليه السلام، هل عليها شيء من جنود السفياني؟ لا. مرافق تبقى كاملة وعليها شيء؟ لا، هذه المشاهد المشرفة محفوظة إن شاء الله، والأكثرية يبقى لها شيء. كلامنا عن العراق أيضا، صار كلامنا عند الأسئلة الأخرى الدينية، هذا طابعة ديني سياسي، إن شاء الله نكمله وندخل بذيك. أبو حيدر، راح أخابره وتسمع الحديث. تكلم. تفضل يا أبو حيدر، تكلم.
تفضل أبو حيدر، ما جاي أسمعك. طيب. السلام نعم. عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ. نعم أهلا وسهلا، تكلم. شلونك شيخنا العزيز؟ الحمد لله، الله يحفظك والله ويعزك. حبيت اسلم عليك واسالك على شغله واحده. وهي بالنسبه للخالصين شيخنا. الو. يا الخالصين، الخالص الكبير جماعة حكم الخالصين شيخ. الخالصين شنو حكمهم بالشريعه؟ لا هم سنه ولا هم شيعه؟ شكرا لك، شكرا لك يا أبو حيدر. عليكم السلام، الله يبارك فيك ويعزك. إن شاء الله أجاوبك. خلينا بالأول نكمل جواب هذا الأخ متابع العراق. يقول: ما الحل لهذه المشكلة؟ أنا اعتقادي لا حل إلا أن يتغير دستور العراق، ولا حل إلا أن يلتفوا حول زعيم. إذا الله راد يبعث لهم زعيم يكون به نبض العراقيين. الآن اللي موجودين بيهم نبض الكتل، نبض الحزوبة مالتهم، نبض الكتل مالتهم، نبض شخصي. ما رأيت شخصا بارزا. أقوى شخص مر على العراق المالكي، وكان قوي مقابل السعودية، قوي مقابل الأكراد نصف، لكنه نبض العام العراقي اللي هو أكبر من كتلته، أكبر من حزبه. من العراق يحتاج إلى زعيم عند نبض العراق مثل عبد الكريم قاسم. يا إخواني، أنا كنت في العراق، هذه القصة اسمعوها. معلم واحد راح توسط لعبد الكريم، قال له: عندنا معلم مسجون. قال له: شو نسوي؟ قال له: مع المعذرة هذا مزق صورتك، كسر صورتك. قال له: جيب لي. دخل عليه، دخل على عبد الكريم، قال له: أنت فلان؟ قال له: نعم. قال له: أنت كسرت صورتي. العفو سيادة الزعيم وكذا، ويعتذر له وخايف منه. قال له: هاي الصورة اللي على الحائط، اصعد على الكرسي وجيبها. صورته هو، صورة عبد الكريم. لا ما أصعد. أصعد، أمره، صعد، جابها. خلى اضربها بالقاع. ضربها بالقاع. قال له: دوس عليها. داس عليها. قال لها: انحلت مشكلة العراق. والله لو مشكلة العراق تنحل بأني أنا أعطي أمر بكل المحافظات يدوسون على صورتي، كنت أحل مشكلة العراق. العراق عم يرد له شغل بالزراعة، بالصناعة، بالتعليم، يرد له خدمة. هذا عقلية عند نبض العراق، مع أنه عنده أخطاء كثيرة. عبد الكريم قاسم كان بالأخير عداء بينه وبين المرجعية. المهم أنه شخص تلتف حول الناس عند النبض العام، هو أكبر. ما عندنا شخص أكبر من كتلته، أكبر من جماعته، أكبر من نفسه، أكبر من حزبه. ما عندنا. يحتاج واحد العراق إلى أكبر، إلى أن الله منع العراق بمرجعية كبيرة تحافظ عليه. وش يسوي المرجع؟ والمشكلة الزعامات في العراق. لازم أنتم تلتفون، خاصة الانتخابات الجاية، ما تعطون أصواتكم لهؤلاء. دوروا واحد مستقل اللي بيه نبض العراق وأعطوه أصوات حتى تجيبوه هو. تقول المراجع، نعم المراجع يجب عليهم، لكن المرجع يقول لك: مع هالبضاعة ماذا أعمل؟ مشكلتهم هم، صراعاتهم بين بعضهم. هم كانوا بمجلس الحكم، قال لهم: ما تاخذوا رواتب. 17 واحد اللي أطاعوا المرجعية، والباقي لا، أو مجلس الحكم أو فيما بعد. المهم نعم يجب على المرجعية أن تقوم بواجبها وتؤدي، لكن لا. الآن ماذا فعلوا؟ الآن النفط أعطوا الأكراد كل ما يريدون، وجابوا واحد كردي خبيث لئيم الزيباري، لعله أخبث كردي بالعالم، سلموه وزارة المالية، مانع المال عن الحشد الشعبي إلى هالحد. إخواني الأعزاء، نأمل إن شاء الله أن يكون المستقبل أفضل من الماضي بحول الله. عندنا مجموعة أسئلة ما وسع الوقت لأن نجيب عنها. أولا مثل سؤال الأخ عن اليمانيين.
اليمانيين نعم ينتصرون، أنا ما عندي شك في ذلك، حتى لو طال الأمر ما يستطيعون هؤلاء، لا يستطيعون لا في عدن ولا في غير عدن. والآن الدنيا صارت كلها ضد السعودية، أنه إلى متى حربكم؟ يعني تطحنون اليمن إبادة؟ إلا ما يخضعون هؤلاء، ماذا تصنعون لهم؟ حلوها سياسيا. الآن العالم يقوم عليهم وينتصر اليمنيون، هذا ما عندي شك. هل هم اليماني الموعود؟ اليماني الموعود يا إخواني عنده معجزات، يختلف. أنا إذا كتبت لعبد الملك الحوثي أكتب له السيد المجاهد النبيل الممهد لليماني، أأمل أن يكون ممهدا لليماني، نعم، لكن اليماني إلى مواصفات الأخرى. وهو 7 أشهر قبل ظهور الإمام سلام الله عليه يحكم اليمن، وهو نائب خاص مرسل من قبل الإمام سلام الله عليه. متى يكون اليماني؟ قلت لك إذا طلع السفياني يطلع اليماني، والسفياني قبل معركة قرقيسيا، السفياني قبل سقوط نظام بيت سعود، السفياني قبله هزة وزلزلة أرضية في دمشق، ثم يخرج السفياني واليماني معه، الإمام يرسله ويلتف حوله أهل اليمن كلهم عصبة أو حبا أو إيمانا به، كل مذاهبهم يلتفون حول اليماني. اللهم صل على محمد وآله، وعجل فرجنا وفرج العالم بوليك، صلواتك عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.